السلام عليكم ومرحبا بكم في شي مشوات كوزينتنا. غادي نقترح لكم ان شاء الله دي كيك بوبس، نتمنى انهم يعجبوكم، ودائما ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد. فعلوا الجرس وكذلك تابعوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو، عندنا جبن ديال ماسكاربون، غادي نحتاجو شويه ديال السكر كلاصي وكيكه ديال الشوكولات. هنايا انا عندي هذا لو كيك كان طيبته تحرق ليا واحد شويه من الوجه، ما بغيتوش يضيع، كنستغلو كندير به هكا هاد الطريقه ولا هاد الكيكات هكا. كنفرتوه في الاول حيت هذيك الطبقه اللي تحرقات فرتو، ضفت عليه واحد المعلقه صغيره ديال السكر لان الماسكاربون كيكون مسوس، داكشي علاش ضفت واحد شويه ديال السكر كلاصي. الا ما بغيتوش اولا استعملتو حاجه اخرى من غير الجبن ما كنديروش السكر، بطبيعه الحال غادي يبقى على حسب الذوق. بالنسبه ليا احتاجيت 3 المعالق كبار ديال الجبن، وغادي يبقى على حسب الكميه ديال الكيك اللي عندكم. اذا من بعد ما كنفرتوا الكيكه كنخلطوا هاد المكونات كامله مزيان، كنحاولوا اننا نجمعوا حتى كتولي تجمع عندنا بهذا الشكل هذا، وكيسهل علينا اننا نديروا كويرات، يعني كتفزق هذيك الكيكه ولكن ما توليش مطلوقه بزاف، يعني كيسهل لنا نديروا كويرات صافي وكنبداو نصنعوا فيهم وكنحطهم في واحد الطبق على جنب. بالنسبه للجبن الا ما متوفرش اولا الا بغيتو تعوضوه بحاجه اخرى، ممكن انكم ديروا الشوكولات ديال الدهن مع كيكه ديال الشوكولات، اولا ممكن انكم ديروا الحليب المركز المحلى حتى هو يتجمعوا به، كتبقاو تضيفوا على حسب الكميه اللي غادي تجمع لكم. ممكن انكم تضيفوا مكسرات، ممكن انكم ديروا شويه ديال الكوك الا درتوا الحليب المركز المحلى، يعني كيبقى ديروا على حسب الذوق ديالكم والرغبه ديالكم، وكذلك الاطفال عندكم شنو كيعجبهم. وهذه هي الفرصه انهم يعاونونا في هذه الانواع ديال هذه الحلويات لانهم بساط وما كيطيبوش، يعني كيعجبهم انهم الوليدات يعاونوا في هذا الشيء ديال الطبخ واللي غوتي اللي كيبغوا هما ياكلوا. اذا من بعد ما درناهم كويرات دخلتهم الثلاجه واحد شويه تماسكوا، بالخصوص الا كنتم دايرين الشوكولات ديال الدهن من الاحسن انهم حتى يتشدوا في راسهم. كناخذ واحد شويه ديال الشوكولات اسود ذوبته، وغادي ناخذوا هذوك العصيات كندوزوهم في الشوكولات وكندخلوهم في الكيكه. ضروري من هذه المرحله لانه مني كنبغيو نلبسوهم بالشوكولات من الفوق ما يبقاش يطيح لينا، كيجمد عليهم هذوك الشوكولات وكيبقاو متماسكين. من بعد ما غادي نكمل هاد الكيك كاملين ندخل فيهم هاد العويدات اللي كنغلفوهم بشويه ديال الشوكولات، غادي ندخلهم دائما للثلاجه ونخليهم حتى كيبردوا وكيتماسك عليهم هذاك الشوكولات مزيان. عاد غادي نغلفوهم ونزينوهم كيف ما كتشوفوا معايا هنا. الشوكولات راه جمت كيشدوا في هذيك العصيه. كندخلوه دابا في الكاسرونه اللي دائما عندنا فيها الشوكولات الذايب، خليتها فوق الحمام مريم لان ذوبنا الشوكولاته على حمام مريم، خليته فوق هذاك البخار باش يبقى ليا دائما ذايب ويسهل عليا انني نغلف لو كيك. ملي كنغلفوه من كامل كنحاولوا اننا نضربوه واحد شويه باش كنحيدوا هذاك الفائض، وغادي نزينوه اللي بغيتو. الا كنتو دايرين الكوك لداخل زينوا بالكوك من الفوق. الا بغيتو ديروا الحبيبات ديال الشوكولات، انا دايره هنا غير شوكولات فيرميسيل، بغيتو ديروا دوك اللي كيكونوا على شكل قلوبه، يعني تزيين راه غادي يبقى على حسب الرغبه. من بعد غادي نحطهم هكا في واحد الطبق باش نخليهم يبردوا ويتماسك عليهم هذاك الشوكولات مزيان قبل ما نقدموهم. كل ما بردوا كل ما كيجيونا احسن في الاكل ديالهم. غادي نستمر دائما بنفس الطريقه، كنغلفوا لو كيك بالشوكولات كيف ما ملاحظين معايا كيكون متماسك هذاك العود اللي درنا ليه الشوكولات، ما كطيحش لينا هاد الكره ملي كتثقل بهاد الشوكولات اللي كنغلفوا به. الا ما درناش هذيك الطريقه في الاول غير كندخلوها في الكاسرونه ديال الشوكولات غادي تطيح لينا من هذاك العويد، علاش ضروريه كيف ما ذكرت. اذا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكويرات ديال الشوكولات كاملين اللي عندي ونخليوهم يبردوا قبل ما نقدموهم. اذا هذا هو الشكل ديالهم بعد ما بردوا. هنا ما خليتهمش بردوا بزاف، المهم كيتماسك الشوكولات وكنقدموهم. نتمنى ان هذا الاقتراح يكون نال الاعجاب ديالكم، ودائما ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد، وبصحه وراحه.